مشاهدينا بتأهل المنتخبات العربية أبو تريكة ومحمد صلاح كما تابعنا أيضا ردود الأفعال. كابتن جواد، بالنسبة للمنتخب المغربي والحديث عن صعوبة هذه المجموعة، هناك أيضا متفائلين بوجود المنتخب المغربي بهذه المجموعة، يعني ممكن أن يكون كما استمعنا لأحد الجماهير أنه الفوز على إيران ممكن يكون مفتاح بهذه المجموعة، لما لا؟ ولما لا ممكن أن مثلا يتعادل مع إسبانيا أو البرتغال أو حتى يفوز، يصنع مفاجأة المنتخب المغربي؟ طبعا هذه نقطة مهمة جدا، وأنه أول مباراة ستكون أمام المنتخب الإيراني، وهذه طبعا الفرصة للمنتخب المغربي على الأقل يحقق 3 نقاط، وبعد تأتي المباراة الثانية التي ستكون أمام المنتخب البرتغالي. وهنا طبعا تظهر صعوبة المباراة على اعتبار أن الحديث عن نجم اسمه كريستيانو رونالدو، برناردو سيلفا، أندري سيلفا، أسماء مميزة صراحة. ستكون مباراة للتاريخ، على اعتبار أن هذه ثاني مباراة للمنتخب المغربي. أول مباراة على فكرة كانت 86 المغرب مع منتخب البرتغال، والفوز للمغرب 3-1. طبعا البرتغال انذاك كان مرشح للتتويج مع باولو فوتري، مع اسماء اخرى كخايمي باتشيكو، ديناميتو، اسماء مميزه جدا. هنا يوسف شيبو، ابو تريكة، وايضا طارق دياب بروسيا، يعني مع الصقيع والعاصفه الثلجيه هناك. تفضل كابتن. طبعا الحديث عن الذكريات والمنتخب المغربي 86 والفوز التاريخي 3-1، ان شاء الله يتكرر السيناريو، وان شاء الله المنتخب المغربي عندنا اسماء مميزه على فكره، الكل يشيد بالمنتخب المغربي والدور الكبير للنجوم. طبعا الحديث عن بن عطيه لاعب اليوفي، الحديث كذلك عن بوصوفه، بالهندا، حكيم زياش لاعب الاياكس امستردام، الانطباعات الايجابيه. وعن سجل المنتخب المغربي بالتصفيات لناحيه الدفاع المنتخب المغربي، رونالدو سيواجه افضل دفاع بالتصفيات. صح. طبعا المنتخب المغربي هو المنتخب الوحيد في التصفيات الموندياليه الذي لم يقبل هدف، وهذا مؤشر ايجابي على أن المنتخب المغربي والمنظومه الدفاعيه المنتخب المغربي تطورت كثيرا. وهنا الفضل اكيد يعود للمدرب إيرفي رونار، انا اعتقد بانه افضل مدرب حاليا في القاره السمراء، نظير ما قدمه المنتخب المغربي، تتويج بلقب افريقي مع زامبيا مع الكوت ديفوار. طبعا ترتيب المباريات هو في مصلحه المنتخب المغربي، على اساس انه اخر مباراه ستكون امام المنتخب الاسباني، وان شاء الله المغرب سواء اول وثاني، لكن انا متفائل جدا على أن المنتخب المغربي سيكون مفاجأة. واليوم طبعا قرأت في صحيفة ماركا على أنه الصحفيين والعارفين بخبايا كرة القدم وعارفين بالمستوى المنتخب المغربي حذروا كثيرا الإسبان من الأسود الأطلس. هو مفيش كلام برضه أريج إن المدرب رينارد عمل طفرة كبيرة في أداء المنتخب المغربي، مدرب ليه خبرات كبيرة جدا مع التعامل مع الكرة الأفريقية، فالراجل ليه بصمة كبيرة في أداء المنتخب المغربي اللي تطور بشكل كبير جدا جدا. أداء مشرف للمغرب في بطولة الجابون في يناير الماضي، أداء كبير جدا في التصفيات الأفريقية والفوز على منتخب كوت ديفوار في أبيجان بهدفين مقابل لا شيء في مستوى عالي جدا وتكتيك عالي جدا جدا. فاعتقد برضو رينارد مع القماشه اللي موجوده بالنسبه للاعبي المنتخب المغربي عملوا طفره كبيره في الاداء، وان شاء الله ممكن يعملوا حاجه وممكن يعملوا انجاز. انا بقول لو المغرب وصل من هذه المجموعه الثانيه للدور الثاني، ده مش انجاز، ده هيكون اعجاز. وان شاء الله التاريخ يعيد نفسه، لانه في 86 كان مع البرتغال في نفس المجموعه وتاهل كمتصدر على حساب انجلترا وعلى حساب البرتغال، وان شاء الله يحقق التاهل للدور الثاني المره الثانيه ان شاء الله. كابتن، من برأيك سيمثل الكرة العربية أحسن تمثيل من المنتخبات العربية بطبيعة الحال، مثل ما عمل المنتخب الجزائري في نسخة 2014 البرازيل؟ أقول بكل تأكيد يعني المستويات متقاربة. ربما المغرب قدم لنا نسخة قوية في نهاية التصفيات بالعودة بورقة التأهل من قلب أبيجان على حساب الأفيال الإيفوارية، لكن أبقى أقول دائما وأن المستويات العربية قريبة جدا من بعضها، إن كانت مصر، تونس، المغرب أو السعودية. هل باستطاعة إيرفي رونار قيادة المنتخب المغربي إلى النصف النهائي في مونديال روسيا؟ هذا يمكن اعتباره إعجاز وليس إنجاز فقط، وأتمنى من كل قلبي أن يحقق أسود الأطلس هذا الإنجاز. أستاذ رؤوف، ما رأيك في المشاركة العربية في نسخة روسيا لكأس العالم؟ أقول والله للأمانة صعب جدا تألق عربي يتجاوز يعني من سيكون في الدورة الثانية، حقيقة يحقق إنجاز كبير نظرا لقوة المنتخبات المتواجدة في هذا المونديال، خاصة أن المنتخبات العربية متواجدة في الصف الثالث أو الرابع. من الأقرب من المنتخبات العربية، السعودية، مصر، المغرب وتونس، للترشح إلى الدور الثاني، ولماذا؟ وأؤكد وأقول أن يعني تقريبا مستوى المنتخبات العربية الأربع المشاركة في هذا المونديال متقاربة جدا، يعني بلغة الرياضيات إما أن يمر
أكثر من منتخب إلى الدور الثاني أو أن يسقط الأربعة من الدور الأول. لذلك الأمور شائكة وصعبة التكهن. كيف ترى حظوظ المنتخب المغربي في مونديال روسيا 2018 وهل بإمكانه الوصول إلى أدوار متقدمة؟ طبعا من خلال مباراة أخيرة لمنتخب المغرب في قلب أبيجان وفاز على منتخب كوت ديفوار بتألق واضح وصارخ، نتمنى أن المغرب يكون من ضمن المنتخبات العربية التي ستصل بعيدا في هذا المونديال.